تعتبر الفنانة عايدة عبد العزيز من أقوى الممثلات اللي عرفتهم الشاشة، وبالرغم إنها ما عملتش بطولة مطلقة في حياتها، لكنها سابت بصمة قوية في كل أدوارها، وكانت حياتها الشخصية مستقرة وسعيدة لغاية رحيل زوجها وحبيب عمرها، وده اللي دمر حياتها. طب مين هو زوجها الفنان؟ وإيه اللي حصل لها بعد رحيله؟ وإيه تفاصيل إصابتها بالزهايمر؟ كل ده هتعرفوا معانا في الفيديو ده. اتولدت الفنانة عايدة عبد العزيز يوم 27 أكتوبر سنة 1930 في بنها بمحافظة القليوبية، وأخدت دبلوم المعلمين سنة 1956. وحبها للفن خلاها تدخل معهد الفنون المسرحية، واتخرجت منه سنة 1959. وبعد تخرجها اشتغلت في وزارة التربية والتعليم، وكانت مشرفة على تدريب الفرق المسرحية في المدارس. واتجهت عايدة بعد كده للإذاعة كممثلة، وكان أول أعمالها الفنية أوبريت يوم القيامة على المسرح الغنائي، وده كان سنة 1961. كمان قدمت مجموعة من المسرحيات على مسرح الدولة، وبعدها انطلقت في مجال التمثيل، وتنوعت أعمالها ما بين السينما والتلفزيون والمسرح. ومن أشهر أدوارها دور عدلات في فيلم النمر والأنثى بطولة الزعيم عادل إمام. واتجوزت عايدة مرة واحدة في حياتها، وكانت من الفنان والمخرج أحمد عبد الحليم بعد قصة حب قوية جمعتهم خلال دراستهم في معهد الفنون المسرحية. وفي بداية جوازهم سافرت معاه لندن علشان يكمل دراساته العليا في التمثيل والإخراج، ورجعوا سنة 1967 ورزقت منه بولد وبنت. لكنهم بعد ما كبروا سافروا أمريكا واستقروا هناك، واتجوز ابنهم من سيدة أمريكية، واتجوزت بنتهم من رجل ألماني. واستمر جوازهم لغاية رحيل زوجها أحمد عبد الحليم يوم 1 أكتوبر سنة 2013 متأثرا بإصابته بمرض السرطان. واتأثرت عايدة جدا برحيله، ودخلت في حالة اكتئاب بسبب حبها الشديد ليه، وقالت إنه كان زوجها وأستاذها وكان دايما بينصحها، وأكدت إنها حست بوحدة شديدة بعد رحيله لأنه كان بيشاركها في كل أمور حياتها. بالإضافة إنها بقت تحس بخوف شديد بعد رحيله لأنها كانت بتقعد لوحدها في البيت، فكانت بتحط الكراسي ورا الباب، ومشت الخدامة بعد ما قرأت حادثة عن اتفاق خدامة مع عاشقها علشان ينهوا حياة الست اللي بتشتغل عندها وياخدوا فلوسها. وبسبب حالة الاكتئاب اللي دخلت فيها بعد رحيل زوجها بعدت تماما عن الوسط الفني. لكن الفنان يحيى الفخراني شجعها ترجع مرة تانية، وطلب منها تشارك معاه في بطولة مسلسل دهشة، وفعلا وافقت ورجعت تاني، لكنها ما قدرتش تتحمل ضغوط الشغل وبعدت عن الفن مرة تانية بعد فترة قصيرة. حالة عايدة عبد العزيز النفسية أثرت على حالتها الصحية، وده تسبب في إصابتها بمرض الزهايمر، وكانت بتنسى الأحداث القريبة وتفتكر الأحداث البعيدة. كمان كانت بتنسى إن زوجها فارق الحياة، فكانت لما تسأل ابنها عنه يقول لها إنه رحل، فكان الحزن بيتجدد في كل مرة. وفي أيامها الأخيرة اتدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، وفقدت النطق تماما، واضطر الدكاترة يعملوا لها جلسات أكسجين لغاية ما فرقت الحياة يوم 3 فبراير سنة 2022. قول لنا في التعليقات إيه أكتر دور بتحبه لعايدة عبد العزيز.